بسم الله. ننتبه يا إخواني بارك الله فيكم. نبدأ بدرسنا في الفقه كتاب الصلاة. نحن بدأنا في كتاب الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ينبغي أن يكون عندنا قلم ودفتر بكتابة الملاحظات أو كتاب أبو شجاع. اللي كان عنده كتاب أبو شجاع ما يتركه. كتاب أبو شجاع مرة قدامك أبدأني من وين كباون جديدة وتعمله هذا والكبير على في طبعا في كتاب ياتي كبير وصغير يعني يختلف يعني. فهذا الكتاب صغير ممكن واحد يحفظه. حفظين سالا فوانت باي اسمه شرحنا نتي سبير الدبر فنو باي صلاة كتاب الصلاة. صلاة ايش مال جنيت وريت وربان. نحن قلنا الصلاة تعرفها لغة وشرعا. قلنا لغة ايش؟ لغة الدعاء. في لغة العرب الصلاة معنى الصلاة الدعاء. دعاء يجينا فان كنت مال كانت ربي كانت يعني كان آيو جنة كان آم كوني في كان آوا كانت شتاتي وربي تورواتن كان دعاء يجينا أكشين دعاء تاتي فانا ربان القرآن كيستون فجرا معنى دعاء يجي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصل عليهم يعني دعاء ولي في يد ربي. فدعاء معناه نسي صلوات يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبي كانت صلاة الرتب سمان رب الراك بجاك نتشودا في رسوله. إذن صلاة دعاء حديث كسة اللي معنى دعاء صلاة الفجر. في حديث في صحيح مسلم وابي داود إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. قال هشام هو أحد رواة الحديث الصلاة الدعاء. فليصلي قال فإن كان صائما فليصلي قال أي فليدعو له. إذا دعي أحدكم ما للتوامم. إذا دعي ما المراد؟ دعي إلى إيش؟ دعي إلى ماذا؟ إلى الصلاة؟ إلى نعم إلى إلى وليمة. نعم وليمة طعام كذا. دعيت إلى وليمة طعام وليمة عرس مثلا فليجب خاصة وليمة العرس يجب قبول الدعوة إلا إذا كان عندك عذر يعني. هذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يجيب دعوته. والمراد بالدعوة هي في الغالب دعوة العرس. قال إذا دعي أحدكم فليجب حتى وإن كان صائما. فإن كان صائما ماذا يعمل؟ إن كان الصوم صوم ندب وسنة لا بأس أن يفطر ويطيب خاطر صاحبه يأكل. لكن لو أراد أن يواصل صومه فليصلي. بمعنى إيش؟ فليدعو له بالبركة. هذا إذن معنى الدعاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وتعريفها في الشرع ماذا قلنا؟ الصلاة شرعا أو لما نذكر الصلاة في الإسلام ماذا نقصد بها شرعا واصطلاحا؟ التعبد لله بأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة عبادة إشي كستي جتشوتا في هجين أدى جرو كتر رب قبرتو كالله أكبر إن جل كبده السلام عليكم إذن راوت إشي تنتو الصلاة جرت. طبعا صلاة تنلي دعاء وفما كيسا كبدي معنى اللغة صلاة كيسا نجرى منجر نجرى صلاة نقر قد دعاء ما كيسا جرامتي اهدنا الصراط المستقيم الرجل كبه تحيات كيسا دعاء سجود كيسا دعاء موجود يعني. أكوان جزئي وان إسي كيسا جروتين إسي وامنيت يجو شنا وان إسي كيسا جرو مقاد تقون يجو مقابون يجو دائما وانتو كاصطلاحات وكاشريت يو مقابونتو مقالو غاسن الراكاية سجرتون دائما مقابونا بمالي كلمة تقرتي وان فقوتو في الدرن كيبتوت وان مناسبات تكبدتكو مان التنكيف يعني نقول إنه وسميت صلاة لاستمالها على الدعاء. صلاة الدون يسير الدو قدنا جنة بالنادي الرامتي ركن من أركان الإسلام. الركن
الركن إيش؟ الثاني بعد الشهادتين. وجوب نسي صلاة واجبته ودليل الإجراء وكان ما واجبة جدا. دليل الإجراء من القرآن والسنة والإجماع. لا يوجد خلاف بين المسلمين في وجوب الصلاة، واجبة بنص كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. إذا كان الدليل فيه إجماع خلاص انتهى الإجماع، هذا خلاص منتهى القول. قرآنك سانمني يا تجرى وان دليل صلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يجون فرض يجون، كتب يجون مالي، فرض يجون آمتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض الصيام سندت كتبا من بريفة يجون واجب سندت قدام يجون فرض عليكم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فردي يرو قبط كيرو أنقل أمتيتو كاكو فدي نم يرو فدي قلتو يرو إجته كيرو قبط شنن صلاة شنن. بني الإسلام حديث الرب بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إذن الثاني بعد الشهادتين هي الصلاة. الإجماع، وقد أجمعت الأمة على وجوب 5 صلوات في اليوم والليلة، هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فجرا بركعتين، ظهرا ب4 ركعات، وعصرا كذلك، و3 ركعات للمغرب و4 للعشاء. 3 رباعيات وثنائية وثلاثية. إذن 3 رباعيات ذوات 4 ركعات هي الظهر والعصر والعشاء، وثنائية ركعتين هي الفجر، وثلاثية ب3 ركعات وهي صلاة المغرب. هذه أجمعت الأمة عليها. طيب إذن وانا سين التنجبدو تاتي وللكو نسان أسرت لسني بريسي جرا تربان دبني ترى ما في صلاة نموني جبين إسي كبجا قدو إسين كبدوان ميك الرأر قدن دي نوان الدار كو نسان نما نيادي شيء سودن دوجرا يا روك بابا كيس توكو كمان مجد كان أن الركن الثاني من أركان الإسلام. وكذلك ماذا قلنا؟ أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد فاز وفقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هكذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الإمام الألباني. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة قلنا الصلاة، لكن في حديث آخر يقول أن أول ما يقضى بين الناس الدماء، وأن إيقاتي وأن قياك يا ما أنما قدوت مرتي ربي قل وجني جل قبا وأن مرتي كسنت قرمو في الدماء إيقا ما يجو ما يجو أحسنت واي ولا جيت يجو لبونا ما باسوك ولا فهمت بيقا وانجبا كان أول لي ساجد أدوبة دي لما كوني متى والتفوت جلا كم قول كوني صلاة الرقعة فتمتاجر در كوني مو وانا جيتشا نما واجيسيت درا مرتفع ما جر أكم قول أحسنت أكم وان ربي ترى الرؤى در صلاة وان مو حقوق علمنا ما حقوقنا ما ولي قدونا ما جرو كيسا ترى جرق ابنك أغرتي الرجل كبمو فايلين وان إيغاتي لبون باتو ساني أسيتو قبابتو دوسي متى وان إيغاتي دم المسلم على المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه طالع وين براهو أيوة هذا حديث خطير
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كوني أهمية صلاة إبت كقارد إفسويت كبره. أيوة، أنها فرضت من غير واسطة ملك الوحي. الفرائض كلها يأتي بها جبريل، ينزل بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد فرض عليك كذا وكذا، يأتي بآيات وينزل بها. الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج من غير واسطة، كما ذكرنا القصة معروفة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، أن الله فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة جبريل. شيء ثاني غير هذا، عمود الإسلام. أيوة، أنها من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني من آخر وصايا النبي يا رجل، آخر والرسول الدبتنية جمد، لأنه في حديث يقول أن آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. لكن الصلاة وما ملكت أيمانكم يكون وان ما يروسا آخر ما قلت وان الآمات رير رأي يجد مالي آخر وان الدبتي تنا يجمد. طيب، كبير وانها فجرة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، كبير صلاة ظهر نور. نعم، الصلاة نور. نعم، وكذلك أن كل ما آخر ما يفقده المرء من دينه الصلاة، إن أول ما يفقده المرء من دينه الأمانة، وآخر ما يفقده الصلاة. قلنا هذا كيف يدل على أهمية الصلاة؟ هذا الحديث هو صححه الألباني، والحديث هذا كيف يدل على أهمية الصلاة؟ هذا الحديث أنا أريد أعرف هذا. لما نقول أول ما يفقده المرء من دينه الأمانة، وآخر ما يفقده الصلاة، إيش اللي دل في أن الصلاة عظيمة؟ ذكرنا في الأسبوع الماضي بس ما انتبهتم. وضحوا. وإن آخرها في صلاة، آخرها صلاة، وإن آخرها وإنها أمي، وإن آخر صلاة أمي ما تدوبتها. نيران الرابع كبر رابودا يسرع أمت كات تجراج أف لبوا فركات تسيجو أمت ما تر. وما لو نجوا نبدأ الراوة يجوا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء. يعني ديني كان واحد دوك أبدا يجوا صلاة الجرا، صوم الجرا، زكاة الجرا، ما أبدا الجرا. قاف صلاة الأبدي دين الرحمن أبني أتكسبات يجوا دين الله أنا جرتاج أنا جرتاج. ولذلك هذا قرآن سام معنا الحديث كان أكدت علماء فهم السنغالي دبين رسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام كلام خطير، لكن لما تسمع الحديث قد لا تفهم منه هذا المعنى، يعني لا يتبادر إلى ذهنك. ولذلك لزم التوضيح. يعني أول ما تفقده الأمانة آخر الزمان تفقد الأمانات. أمانة هدونا بما نبني أمانة قبل باي تكات أما ما يزبر مكان أيو أمانة باي تكات يجرا كأتكبت أمانتي وبركات تقام مكان كم سكاتي سواك كته سمور مير. حتى يقول في آخر الزمان إن في بني فلان رجلا أمينا هنجر متكبر. صلاني ديني الرا آخر وان أبو يجو نمتج صلاة الإيسي ديني وما دوبت سنة فنيجو نمتج صلاة الإيسي وصو ظاهرة كان أقول الله جراتي بر أما دبين سني جراتي يمكن إساس ومني أقر تبر وفي صلاة وما سنة فنيجو كده ديسات. ليش؟ لأن صلاة آخر وانا تنبدوت أنت صلاة الأبنان ديني وما نفنيجو ودوكنا الله جراتي كان أبنان صلاة الصلاة عنده حكم نساء كافر ومسلم يجو كسرتي أما دبين شوف ده حكم تارك الصلاة. نعم صلاة ما حكمه؟ ما يعرف ما حكمه؟ تارك الصلاة من ترك الصلاة جاحدا ومنكرا لوجوبها أبو صلاة نمالي مثل رئيس كجلي كوني كافر ما نسا شكين قبل أبو صلاة ما جدا صلاة ما تواجبنا كوني بتبون صلاة في تيافو جنو تياتو يوكنا كنا يوجد كفر من كفر كون خرج خلاص موناك سالة بيجي رسول موناك سنجد تمام.
من ترك الصلاة جاحدا ومنكرا لوجوبها إن كان ممن لا يجهل وجوبها يونما ولالو لسان مجوف نتاي ولالو من حالة مجاو نقبا إيه نقبا نمتو كرتي بيفقوا ديني في علم الجرة كيسد نالتين إني أشهد أن لا إله إلا الله يقوم جنا مي وإني براجر تنسوي إني ميو علمي كم هم كم يجيب بك ديني جرو في براتوتي نمنتي أكرا صلاة واجبات يوجدي كافر يجورين دندنسان إمبرني فقول بيديني نجر الرأس لا علماء نجر الرأس لكن كم أسمع كيسة دارته بدته دن تمامي دمي علمي اللي برشورا يوك أبان كيسة برشيشو دي أسيكه صلاة بمبي نور رأس يوك أجر تاتي هن كفر جحود أيتو قالوا وان مديني مرايو وان ديني كيسة بيكماتي كاك صلاة الزكاة كان مرا جحود نمني واكته وكامور مي إما كفر صلاة قفام مرو وصلاة قفام إجماعا كن إجماعا لأنه مكذب لله ورسوله مخالف لما أجمعت عليه الأمة مخالف للإجماع إجماع الأمة قلنا الصلاة وجوبها إجماع من الأمة والنبي قال الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر لكن أما حكمي كان رتب كلمات تباسي جرا ومن تركها تهاونا بكيت بينجرت بك كان بك ما دبن نكون نمني صلاة واجبة متيجي كادي كافر ما نساج والنفس سنة صلاة قفام وان براتو رمضان واجبة متي يوجد وان دين الرام ضرورا بكما تيتو نمني